وكان صلى الله عليه وسلم مع أهله يلاطف نساءه ويتودد إليهن ويدخل السرور إلى قلوبهن. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله، أي القدح، النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب. عائشة رضي الله عنها وهي حائض تشرب من الإناء، تشرب من القدح فتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يشرب منه، لا، ينظر إلى موضع فمها على الإناء فيضع فمه في موضع فمها ويشرب صلى الله عليه وسلم. تقول: وأتعرق العرق، والعرق هو العظم الذي عليه بقية لحم، وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه الشريف صلى الله عليه وسلم على موضع في. رواه مسلم في الصحيح. ما ألطف هذه العشرة وما أحوج الرجال إلى التعلم منه صلى الله عليه وسلم. قلت مرة لأحد الرجال: سمعت عنه غلظة في معاملة أهله، قلت له: النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا. قال: والله أنا ما أستطيع أشرب بعدها. قلت: درب نفسك تطيب لك الحياة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. هذه الرواية مفسرة، لأنه يعني ممكن يظن أنه ما يغتسلان من إناء واحد، يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف ثم تأتي عائشة رضي الله عنها فتغتسل بعده. لا، تقول رضي الله عنها: تختلف أيدينا فيه، يعني يغتسلان معا في موضع واحد. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي. يبادرني يعني يسبقني إلى الماء، فأقول: دع لي دع لي، خلي لي من الماء. رواه مسلم. وفي رواية قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره، يعني يسابقني وأسابقه إلى الماء، والماء قليل، حتى يقول هو صلى الله عليه وسلم: دعي لي دعي لي، وأقول أنا: دع لي دع لي. رواه النسائي وصححه الألباني. وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم مع نسائه، ليس خاصا بعائشة رضي الله عنها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حدثتني ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. رواه البخاري في الصحيح. ما ألطف هذه العشرة.